المعروف عن اللصوص والمجرمين إن عندهم ذكاء وسرعة بديهة علشان يعرفوا يتصرفوا بسرعة في المواقف الصعبة اللي بتواجههم. أما المجرمين واللصوص اللي معانا فغبائهم وداهم في 60 داهية. يلا نشوف اللي حصل معاهم بالظبط، بس قبل ما نعرف كل القصة يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. البنت دي اسمها هانا صباطة وعندها 19 سنة. سرقت عربية وطلعت بيها على أحد البنوك، وسرقت البنك ده تحت تهديد السلاح، وقدرت إنها تحصل على 6000 دولار من البنك وهربت. وبدل ما تستخبى في أي مكان طلعت في فيديو على اليوتيوب وقررت إنها تعلن عن الإنجاز اللي هي عملته. الفيديو كان عبارة عن لافتات هي كاتباها بخط إيديها بتشرح فيها تفاصيل الجريمة اللي هي عملتها، وبتظهر في الفيديو وهي ماسكة الفلوس اللي سرقتها في إيديها وهي كانت فرحانة وفخورة. ظهرت في الفيديو كمان وهي ماسكة مفاتيح العربية المسروقة في ايديها، كانت فرحانة جدا باللي هي عملته، وبتوصف يوم السرقة ده بانه افضل يوم في حياتها. وعلى الرغم من انها ما قدلتش باي معلومات عن مكانها، بس الشرطة قدرت انها توصل لها وتم القبض عليها وتم ادانتها في جريمة السرقة. وهتقضي هانا صباطة غالبا ما بين 10 إلى 20 سنة في السجن بسبب الجريمة اللي هي عملتها. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ المقطع ده صورته كاميرات المراقبة من أحد الأزقة بلندن، بيظهر فيه رجلين وهم بيحضروا نفسهم لجريمة سرقة. كانوا بيلبسوا الأقنعة والقفازات علشان تداري وشهم، وما يعرفوش إنه كاميرات المراقبة في المكان صورتهم بوضوح وأظهرت بوضوح ملامح وشوشهم الغبية. بعدها بيمشوا من المكان وهم شايلين مسدسات في إيديهم مستعدين لسرقة أحد الأشخاص تحت تهديد السلاح. وبعيدا عن الصورة بيظهروا وهم بيثبتوا أحد الأشخاص اللي كان راكب عربية غالية جدا، بس الشخص ده قدر إنه يهرب منهم وبيجري يبلغ الشرطة. وبعدها بيهرب اللصوص الأذكياء من مكان الحادث بعد ما الكاميرات جابت وشوشهم بالتفاصيل. علشان تكسر إزاز عربية علشان تسرقها فانت محتاج لشيء صلب وقوي، وده بالظبط اللي عمله أحد المجرمين في أيرلندا لما قرر إنه يسرق عربية مرسيدس. جاب حجر من الطوب علشان يكسر بيه إزاز العربية ويفتحها، وبيظهر في كاميرات المراقبة المجرم ده وهو بيقرب من العربية وبيرمي بكل قوته الحجر على إزاز العربية. لسوء حظه إن الحجر بيرتد من شباك العربية وبيخبط في راسه، والخبطة بتكون قوية وبيفقد الوعي وبيقع على الأرض. بيفضل المجرم واقع على الأرض لحد ما يكتشفوا مالك أحد المحلات القريبة، اللي اعتقد في البداية إن الشخص ده تعرض للاعتداء والضرب من أحد الأشخاص. ولكن الشخص ده بعد ما لاحظ بعض الخدوش على العربية بتاعته وراجع كاميرات المراقبة عرف الحقيقة، وتم القبض على الشخص ده وإدانته. في عملية سرقة مشؤومة اقتحم شخص اسمه رودني نايت جونيور منزل عائلة أحد الصحفيين وابنه، وسرق من المنزل ده جهازين من اللابتوب و400 دولار وجاكيت شتوي فخم. ولما وصل لبيته لبس روني الجاكيت الجديد وشغل أحد أجهزة اللابتوب والتقط لنفسه صورة وهو بيلبس الجاكيت وماسك في إيده الفلوس، ونشر الصورة دي على حسابه على الفيسبوك. بس لسوء حظه ولغبائه برضه في نفس الوقت إنه نشر الصورة دي على حساب الولد اللي سرق منه اللابتوب. ولما فتح أصدقاء الولد ده حساباتهم شافوا صورة اللص اللي سرق الجهاز بوضوح، وطبعا ده سهل جدا على الشرطة إنها تقبض عليه، وكالعادة تم اعتقاله وإدانته بسبب غبائه. الشخص ده غالبا كان حابب انه يغير موبايله، بس ما كانش معاه فلوس كفاية، فراح على احد توكيلات الموبايلات وعمل نفسه انه بيتفرج علشان هيشتريه. فضل شوية وفجأة خطف الموبايل اللي عجبه وجري علشان يخرج بيه من الباب. ما كانش يعرف بقى ان الموبايلات اللي بتكون في العرض بتكون موصولة بأسلاك قابلة للسحب علشان يحافظوا عليها من الحركات اللي زي دي. وفجأة طار التليفون من ايده ووقع على الارض. الصدمة خلته ما يعرفش يتصرف ازاي، وبنشوفه في الفيديو انه ظاهر عليه انه مكسوف ومحرج. بعدها جت لعنده احد العاملات من المتجر، طبعا مش عارف يبرر اللي عمله فاخد بعضه ومشي. عقاب الشخص ده بقى انه يفضل طول حياته ماسك عدة نوكيا من النوعية دي. بعض اللصوص بيسرقوا عربيات، والبعض الآخر بيسرق فلوس، وناس تانيين بيسرقوا مجوهرات. أما الشخص ده فقرر إنه يسرق نقانق.
في عام 2014 أظهرت كاميرات المراقبة شخص اسمه ريكاردو كاردونا وهو بيحاول يفتح الباب الأمامي لمتجر اللحوم. المحاولة دي أخدت معاه 20 دقيقة، وبالفعل الباب اتفتح وراح على تلاجة اللحوم وأخد منها النقانق، وبعدها ظهر في كاميرات المراقبة وهو خارج. وبعد ما خرج من باب المتجر دخل تاني للمبنى وقرر إنه يدخل ينام في المكتب اللي في المحل. فضل نايم على المكتب لحد تاني يوم، واللي صحى من النوم الموظفين اللي جم علشان يبدأوا شغلهم. تم القبض عليه وتم إدانته بتهمة الاعتداء على أملاك الغير. دانيال ساكستون سيدة شابة عندها 27 سنة، كانت في الوقت ده حامل وكان نفسها إنها تشتري هدوم وفساتين جديدة علشان تغير فيهم. مقدرتش إنها تستنى لحد ما يكون المرتب بتاعها نزل، فراحت على متجر الملابس وقررت إنها هتسرق بعض الملابس والإكسسوارات من هناك. وبالفعل السرقة تمت بنجاح، وراحت على البيت واختارت أحلى قطعة من الملابس المسروقة ولبستها، وفضلت تتصور هي وصاحبتها وهي كانت لابسة الفستان اللي سرقته من المحل. نزلت الصور على الفيسبوك. في الوقت ده المحل اكتشف السرقة ونزل القطع اللي كانت مسروقة برضو على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان من ضمن المسروقات فستان لنقشة مميزة. فالناس أول ما شافت المسروقات وشافت صورة دانيال على الفيسبوك عرفت إنها هي اللي سرقت القطع دي. الناس بلغوا عنها وتم القبض عليها وتم إدانتها. اللص ده قرر انه يسرق احد سيارات الاجرة وهو شايل مسدس في ايده. فضل يهدد في السائق علشان يطلع كل الفلوس اللي معاه، ولسوء حظ اللص ده ان سائق الاجرة كان لسه بادئ شغل وما كانش معاه الا مبلغ قليل جدا وهو 11 دولار. طبعا الحرامي ما اقتنعش بالمبلغ ده، فضل يضغط على السائق علشان يطلع اي فلوس معاه والا هيأذيه. ولسوء حظ اللص ده ان العربية اللي كانت موجودة وراهم كانت عربية شرطة، ولاحظ الشرطي اللي كان موجود فيها كل اللي بيحصل ونزل بسرعة وجاء عليهم علشان يقبض على اللص المغفل ده. الحرامي اسمه فيكتور هيريرا وعنده 18 سنة وهيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات. 2 من اللصوص الأغبياء في ولاية ايوا قرروا انهم يشربوا خمرة ويروحوا يسرقوا احد المنازل، وبدل ما يعملوا زي كل اللصوص ويجيبوا قفازات واقنعة علشان يخفوا ملامحهم، لا دول جابوا اقلام تلوين ثابتة وفضلوا يشخبطوا على وشوشهم، يرسموا لحية ويرسموا شارب وخطوط متعرجة على وشوشهم، وفكروا انهم بكده اتنكروا وراحوا على البيت اللي اختاروا انهم يسرقوه. بس صاحب البيت ده لاحظ وجودهم، اتصل بالشرطة وهم هربوا، أدلى بمواصفاتهم للشرطة ورجال الشرطة قبضوا عليهم في أحد الأكمنة. طبعا ما قدروش انهم يمسحوا اللي عاملينه على وشهم لأن أقلام التلوين دي كانت ثابتة وما بتطلعش بسهولة. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. ده رجل من مدينة كوينزلاند باستراليا قرر انه يروح يسرق ماكينة صرف آلي من احد المحلات، فجاب عربية نقل وربط فيها سلسلة وراح على المكان، اخد معاه شاكوش وابتدى يكسر الباب الزجاجي للمحل بالشاكوش، وبالفعل الباب اتكسر ودخل المحل وربط ماكينة الصرف الآلي بالسلسلة وطلع على العربية وساق العربية وجري. هو كان معتقد ان السلسلة بتاعته هتسحب وراه الماكينة باللي فيها، بس لسوء حظه ان السلسلة بتاعته كانت مقطوعة. بعد ما اكتشف اللي حصل رجع تاني للمكان وحاول انه يربط السلسلة ببعضها، بس السلسلة بتاعته طلعت قصيرة. حس انه هيتكشف والموضوع كله على بعضه مش نافع، فاخد بعضه ومشي من غير ما ياخد ولا مليم. يا سلام، سلم على مخك البلالان.